جميع الصور والنصوص وسيناريو هذا الفيديو تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف عرض كيف يتخيل الذكاء الاصطناعي جمال المغرب. وقد تظهر بعض الأخطاء في النطق أو في الصور، لكننا اخترنا أن نعرض لكم الصورة كما هي بدون تعديل لنحافظ على الطابع الخام للتجربة. هل تعلم أن المغرب يعتبر من أكثر البلدان تنوعاً في السياحة في العالم؟ من المدن العتيقة إلى الأسواق الزاهية والصحراء الذهبية والسواحل الجذابة. في هذا الفيديو سنكتشف أفضل 10 مدن سياحية في المغرب. استعدوا لرحلة في الجمال والتاريخ والثقافة. هيا نبدأ. المرتبة 10: تطوان، تعرف باسم حمامة الشمال البيضاء. تطوان مدينة هادئة وفنية تقع بين جبال الريف والبحر المتوسط. المدينة القديمة فيها مدرجة ضمن تراث اليونسكو، صغيرة أصيلة وتنبض بالجمال الأندلسي. الهندسة العمارية الأوروبية والفن التشكيلي يجعلانها مميزة. المرتبة 9: ورزازات، تعرف ببوابة الصحراء الكبرى. تشتهر بقصورها الطينية أو ما يسمى بالقصور. صورت فيها أفلام كثيرة مثل غلادياتور وصراع العروش. زر قصبة آييد بن حدو المدرجة ضمن تراث اليونسكو، مكان ساحر يشبه مواقع الأفلام. المرتبة 8: الجديدة، مدينة ساحلية جميلة تجمع بين التراث المغربي والتأثير البرتغالي. زر القلعة البرتغالية والخزان المائي التاريخي. تمتاز الجديدة بشواطئها النظيفة وأجوائها الهادئة، وتعتبر مثالية لعطلة صيفية هادئة. المرتبة 7: مكناس، إحدى المدن الإمبراطورية الأربع في المغرب. هادئة ولكن غنية بالتاريخ والجمال. استكشف باب منصور وهو من أجمل الأبواب في إفريقيا. وزر الإسطبلات الملكية والآثار الرومانية في وليلي. المرتبة 6: الصويرة، مدينة ساحلية على المحيط الأطلسي. تشتهر بالرياح ورياضة الرياح كالتزلج. مدينتها القديمة زرقاء وبيضاء وتضم العديد من الفنانين. الميناء يقدم أطيب أطباق السمك. جو فني وهادئ. المرتبة 5: شفشاون، المدينة الزرقاء. تقع في جبال الريف. كل الأزقة والجدران مطلية باللون الأزرق، وتعتبر من أجمل المدن للتصوير في العالم. صعود خفيف إلى الجامع الإسباني لمشاهدة الغروب يستحق كل الخطوات. المرتبة 4: أكادير، مدينة شاطئية وعصرية. تم إعادة بنائها بعد زلزال سنة 900 وشعبة. شواطئ واسعة، فنادق فاخرة، وحياة ليلية نشطة. كذلك يمكنك زيارة وادي الجنة القريب. المرتبة 3: فاس، مدينة تاريخية وعتيقة. تضم أقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين. مدينتها القديمة كالمتاهة. زقاق تليه زقاق وتجار في كل مكان. المدابغ التقليدية من أشهر معالمها. فاس هي روح التراث المغربي. المرتبة 2: الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب. العاصمة الاقتصادية ووجهة حديثة. زري مسجد الحسن الثاني المبني على الماء، وهو من أكبر المساجد في العالم. كذلك تجد مزيجاً بين العمارة الحديثة والتراث العتيق. المرتبة الأولى: مراكش، المدينة الحمراء والجوهرة السياحية الأولى في المغرب. المساحة، الجو، الألوان والصوت، كله في جامع الفنا. تجول في الأسواق وأقم في رياض تقليدي. استكشف حديقة الماجوريل، قصر البهية، وسور المدينة. مراكش هي القلب النابض للسياحة في المغرب، فأي مدينة تشتهي زيارتها أولا؟ اكتب لنا في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكل ما يخص السياحة والجمال في المغرب. إلى اللقاء.